السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي عشاق النادي الأهلي حول العالم. الليلة بعون الله وبحول الله وقوته النادي الأهلي هيصعد منصة التتويج محتلا المركز الأول ويستلم الكاس والميداليات الذهبية بإذن الله تعالى. كلنا ثقة في رجالتنا وعارفين إنهم قادرين عليها. رغم كل ما واجهوه من صعاب ورغم كل التصريحات اللي صادرة من الجانب المغربي، الإخوة المغاربة وده حقهم ولهم كل التقدير والاحترام، ومحاولات تثبيط الهمة ومن ناحية الصحافة ومن ناحية المدرب بتاعهم، إلا إنه كل ده ما يعديش علينا. فالأهلي معروف إن هو زي ما بيقولوا بابا الشغلانة، فالعبوا غيرها. وبرغم كمان الإعلام المصري المحايد جدا جدا، برغم كيدكم الأهلي إن شاء الله هو البطل. وبرغم الأخوة عشاق ولا رابطة مشجعي نادي الزمالك بالمغرب اللي بيشجعوا نادي الوداد، إن شاء الله بنحتل المركز الأول رغما عنكم وعن اللي حضروا من ألمانيا وتحملوا عناء السفر مكيدة في النادي الأهلي. الأهلي هو البطل والأهلي هو غول أفريقيا وهيفضل كده دايما إن شاء الله. لكن سؤال عايز أوجهه للإخوة رابطة مشجعي نادي الزمالك بالمغرب، يا ترى في مباراتنا القادمة للمنتخب هتشجعوا مين؟ اوعى تقول لي المنتخب مين يا عمي؟ ما المنتخب هو الأهلي. المنتخب ال11 لاعب اللي هيلعبوا منهم 9 من النادي الأهلي. المدرب المنتخب أخذ 9 لاعيبة من النادي الأهلي، يعني لو نزل نصهم بس في التشكيلة هينزل 5. فكان الود وده ياخد تاو وعلي معلول وديانج، بس للأسف ما ينفعش. يلا روحوا شجعوا غينيا وباقي الفرق الأفريقية يا حاقدين. رغما عنكم الأهلي فوق منكم، والأهلي هو البطل والأهلي هو المتوج إن شاء الله.